أهلا بيكم. يا ترى لو قلت لك إن أخطر حاجة على نجاحك مش الأهداف الوحشة بل هي الأهداف الكويسة، يا ترى هتقول إيه؟ كمان لو قلت لك إن سنة 2013 في تيار خاص بيشتغل مع مستثمر من أغنى المستثمرين في العالم وهو وارن بافيت، التيار ده رغم إنه شغال مع مستثمر غني وبيقبض مبالغ محترمة وبيسافر في أماكن راقية، لكن حاسس إنه تايه. وبافيت قال له جملة واحدة بس غيرت حياته للأبد. يا ترى إيه هي؟ أنا إسماعيل أحمد ودي قناة الجانب الرمادي، يلا بينا نبدأ. مايك فلينت طيار خاص كان شغال مع وارن بافيت من أكتر من 10 سنين. الراجل ناجح وبيقبض فلوس كويسة وعنده شهرة في مجاله، لكن في يوم من الأيام وهو قاعد مع بافيت على الطيارة قال له حاجة غريبة. قال له أنا حاسس إني مش عارف أحقق اللي نفسي فيه، كل ما أحط أهداف ألاقي نفسي متشتت مش عارف أركز. بافيت ابتسم له ابتسامة غريبة وقال له عندي تمرين ليك بسيط جدا لكن معظم الناس مش بتقدر تعمله. خلينا نعرف هو قال له إيه، بس في البداية ما تنساش لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. بافيت طلب من فلينت ورقة وقلم وقال له الخطوة الأولى اكتب 25 هدف مهني، أي حاجة نفسك تحققها في مسيرتك. وفلينت بدأ يكتب أهداف كتير، إنه يتعلم لغة تانية، ياخد رخصة طيار أعلى، يفتح مشروع جانبي، يتحسن في الاستثمار، يبني علاقات أقوى ويطور مهاراته القيادية. 25 هدف كلهم منطقيين وكلهم كويسين. بعد كده قال له دلوقتي حط لي 5 أهداف بس، الخمسة اللي لو حققتهم حياتك هتتغير فعلا. فلينت قعد يفكر، كان صعب لأن ال 25 كلهم بالنسبة له مهمين، لكن بعد 10 دقايق اختار 5. بافيت قال له دلوقتي بقى عندك قائمتين، قائمة A اللي فيها ال5 أهداف المهمين وقائمة B فيها ال20 هدف الباقيين. فلينت بص لبافيت وقال له بثقة تمام، يعني هبدأ بال5 دول طبعا وهشتغل على 20 في وقت فراغي، أكيد مش هقدر أعملهم كلهم مرة واحدة بس أقدر أعملهم بالتدريج. وهنا كانت المفاجأة، بافيت قال له لا، القائمة B دي مش قائمة أعملها بعدين، دي قائمة أتجنبها بأي ثمن. فلينت طبعا استغرب وقال له ازاي، دي كلها أهداف كويسة. قال له بالظبط، هي دي المشكلة، ال20 هدف دول هم أخطر حاجة على حياتك دلوقتي. ليه؟ لأنهم كويسين كفاية إنهم ياخدوا من وقتك وطاقتك، لكن مش مهمين كفاية إنهم يغيروا حياتك، فهيبقوا زي الطفيليات بياكلوا من تركيزك ومن إرادتك ومن قراراتك اليومية، وفي الآخر مش هتحقق ال5 الكبار ومش هتحقق ال20 الصغيرين برضه، هتبقى مشغول طول الوقت لكن مش بتتحرك للأمام. فلينت حكى بعد كده إنه خرج من المحادثة دي مصدوم لأنه فهم حاجة مؤلمة، معظم حياته كان بيجري ورا أهداف كويسة بس مش الأهداف الصح، كان بيملى يومه بحاجات مفيدة لكن مش الحاجات اللي فعلا تفرق، وده اللي خلاه طول السنين حاسس انه تايه. وخلينا نقف هنا لان اللي بافيت قاله لفلينت ده مش مجرد نصيحة انتاجية، ده صدام نفسي عميق مع الطريقة اللي دماغنا بيفكر بيها. وتعالى نفهم الاول موضوع حلقتنا النهاردة وهو مبدأ باريتو، لان ده مش مجرد قاعدة، ده واقع غير مريح. المبدأ ده اكتشفه الاقتصادي الايطالي فيلفريدو باريتو سنة 1896، ولاحظ ان 80% من الاراضي في ايطاليا مملوكة ل 20% من السكان، 80% من الثمار في حديقته جاية من 20% من النباتات. بعدين بدأ الناس تلاحظ النمط ده في كل حتة، 20% من العملاء بيجيبوا 80% من الإيرادات، 20% من الأخطاء بتسبب 80% من المشاكل، 20% من مجهودك بينتج 80% من النتائج. النسب مش دايما 20-80 بالظبط، لكن الفكرة إن التوزيع مش عادل أبدا، في حاجات قليلة جدا بتعمل فرق ضخم وفي حاجات كتير مش بتعمل حاجة. لكن ده مش موضوع إنتاجية أو أعمال بس، ده موضوع نفسي وجودي، لأن مبدأ باريتو بيجبرك تعترف بحاجة غير مريحة، إن أغلب اللي بنعمله في حياتنا تأثيره أقل بكتير مما نتخيل. طيب لو مبدأ باريتو صح وهو صح فعلا، يبقى السؤال ليه معظم الناس مش بتطبقه؟ ليه بنفضل ماسكين في ال20 هدف رغم إننا عارفين إن ال5 هم الأهم؟ الإجابة ببساطة لأن دماغنا مش مصمم إنه يدور على الأعلى تأثيرا، دماغنا مصمم إنه يدور على الأمان. الجهاز العصبي بتاعنا اتطور على مدى ملايين السنين في بيئة خطرة، حيوانات مفترسة، مجاعات، أمراض. في البيئة دي الأمان كان فيه التنويع، زي إنك ما تحطش كل البيض في سلة واحدة، التأهب لكل الاحتماليات، اعمل كل حاجة ممكن تحميك، الكثرة، إنك تكتر الاختيارات عشان لو واحد فشل يبقى عندك غيره. دي كانت استراتيجية بقاء ذكية يمكن من 100,000 سنة. لكن دلوقتي الخطر مش من الحيوانات المفترسة، الخطر من التشتت، إنك تعيش حياة كاملة وفي الآخر تكتشف إنك كنت بتجري ورا أهداف كويسة مش الأهداف الصح. وده اللي بافيت كان بيحذر منه فلينت، ال20 هدف الكويسين دول مش أعداء واضحين، لو كانوا وحشين كنت هتتخلص منهم بسهولة، لكنهم كويسين كفاية إنهم يبرروا وجودهم، وبالتالي بياكلوا من طاقتك شوية بشوية لحد ما تلاقي نفسك في آخر السنة مشغول جدا لكن مفيش نتائج حقيقية. كمان عندنا طاقة القرار محدودة، يعني في حياة نفسية تانية بتفسر ليه ال20 هدف خطيرين.
كل قرار بتاخده بيستهلك من طاقتك العقلية. في دراسة في جامعة جونز هوبكنز على أطباء غرف الطوارئ، الباحثين اكتشفوا إن الأطباء بياخدوا قرارات طبية أدق في أول الوردية. بعد 6 ل 8 ساعات من الشفت نسبة الأخطاء بتزيد، مش لأنهم مش أكفأ، لكن لأن عقلهم تعب. ليه؟ لأن كل قرار طبي صغير حتى لو بسيط بياكل من الطاقة العقلية. وطبعا ممكن ترجع لحلقة الإنفاق المعرفي الانتقائي عشان تفهم أكتر عن موضوع الطاقة العقلية ده. دلوقتي تخيل إنك عندك 25 هدف. كل يوم دماغك بيسألك هتشتغل على أنهي هدف النهاردة. 25 اختيار، كل اختيار محتاج قرار صغير، وكل قرار صغير بياكل من طاقتك العقلية. لكن لو عندك 5 أهداف بس فالقرار بقى أسهل، الطاقة العقلية بتتوفر والتركيز بيبقى أعمق. كمان التمن النفسي لمبدأ باريتو. خليني أقول لك بصراحة، مبدأ باريتو مش بيقولك تشتغل أكتر، بس بيقولك تعترف إن معظم شغلك مش مهم. ودي مواجهة وجودية حقيقية. لو 20% بس من حياتك هم اللي فارقين، فإيه شعورك تجاه ال 80% الباقيين؟ هل هو ذنب؟ يعني أنا ضيعت كل الوقت ده على حاجات مش مهمة؟ ولا خوف؟ طب لو اخترت ال 20% الغلط، لو ركزت على الحاجة الغلط؟ ولا إحباط؟ يعني كل المجهود اللي عملته في الحاجات التانية راح؟ وده السبب ان معظم الناس بترفض مبدأ باريتو، مش لانه غلط، لكن لانه بيحملهم تمن نفسي. لانه بيجبرك تسيب اهداف كويسة، بيجبرك تقول لا لفرص واعدة، بيجبرك تعترف ان مش كل حاجة تستاهل. دلوقتي تعالى نعمل تمرين زي اللي عمله بافيت مع فلينت. خد ورقة وقلم، اكتب 25 هدف في حياتك، اي حاجة عايز تحققها، سواء شغل، علاقات، صحة، تطوير شخص، ايا كان. تاني حاجة، حط 5 اهداف بس، ال5 اللي حققتهم حياتك هتتغير جذريا. طب وال20 هدف الباقيين دول بقوا في قائمة تجنب بأي ثمن. مش معنى كده إنهم وحشين، لكن معناها إن كل دقيقة بتصرفها عليهم هي دقيقة مسروقة من ال5 اللي فعلا هيفرقوا. والسؤال الصعب، هل عندك الشجاعة إنك تسيب ال20؟ هل تقدر تقاوم صوت دماغك اللي بيقولك بس دول كويسين ممكن أعملهم كلهم؟ لأن الحقيقة غير مريحة، لا مش هتقدر تعملهم كلهم، وكل ما تحاول كل ما هتفشل في ال5 وال20 مع بعض. بافيت قال جملة مهمة، الفرق بين الناس الناجحة والناس الناجحة جدا إن الناجحة جدا بتقول لا لكل حاجة تقريبا. مش لأنهم كسالى، لكن لأنهم فاهمين إن 20% من اختياراتك بتصنع 80% من حياتك. في النهاية ما تنساش، فهمك لنفسك هو أول خطوة للتغيير، والوعي هو مفتاحك لكل خطوة جديدة. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. وأشوفك في رحلة جديدة جوه عقلك.